السلام عليكم مشاهدي قناة قيس ليك، نتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وفي أحسن حال. اليوم جيتكم بقصة جديدة، نتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسونيش كيف العادة من لايكاتكم، تعالكم المحفزة. وقبل ما ندوزو القصة نصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا الاسم ديالي منى. اليوم جيت نعاود لكم التفاصيل ديال قصتي. بغيتكم تحلوا معايا ودنيكم مزيان وتسمعوا الغدر فاش كيجي من اقرب الناس. كيجي وكيجيك صعيب بزاف، خصوصا من شي ناس اللي كتكون ما كتوقعاش منهم. غادي نرجع معكم اللور. انا تزاديت في واحد الاسره اللي الحمد لله جد عاديه، اسره اللي متوازنه، كنا مرتاحين عايشين بخير واكلين شاربين ما ناقصنا حتى شي حاجه. الوالدين ديالنا كانوا حنان علينا لواحد الدرجه اللي ما تصوروهاش، خصوصا الوالد كان حنين بزاف. مازال الوالده بعض المرات كانت كتبغي تضغط علينا وتبغي تزير علينا، لكن الوالد بحكم انه كان كيخدم في مدينه واحده اخرى، فاش كيجي كنا كيخرجنا كيسارينا كيدور بينا، والحمد لله كبرنا التربيه اللي هي زوينه. كنا زعما طبيعيين، ما نقصنا حتى شي حاجه حتى وصلت للسن ديال 22 سنه. من بعد ما خديت الاجازه ديالي بقيت كنخدم هنا ونخدم لهيه، ندوز في السطاجات، ما خليت فين مشيت، ما لقيت حتى شي خدمه اللي غادي نرتاح فيها. جا واحد سيد وخطبني وتوكلت على الله وتزوجت وقلت مع راسي صافي غادي ندير وليداتي حتى انا بحالي بحال الناس. توكلت على الله في هذا الزواج هذا، رغم ان داك الراجل كان على قد الحال، لكن انا ما فكرت في الماديات. انا واحد الانسانه اللي كيعجبني غير المعقول وراحة البال والهنا والتقار. شفت ان هذا الراجل هو اللي غادي نتفاهم انا وياه وارتاح معاه، فتوكلت على الله، ما تشرطت في حتى شي حاجه. صافي قلت البدايه ديال الزواج راه كتكون غادا مزيان، الواحد كيصبر، الواحد ما كيبقاش يحكر على بزاف ديال الحوايج، والامور كانت غادا مزيان. اموري كانت غاديه عاديه حتى لواحد الوقيته اللي خرج راجلي من الخدمه، تما فين غادي نتزير وغادي نضغطوا ماديا، ما بقيناش قادرين نوفروا الفلوس ديال الكرا. راجلي قال لي يلاه نمشيو نسكنوا مع الام ديالي، وانا في هذه القضيه جاتني صعيبه وجاتني عيب بزاف. انا عارفه الام ديالو صعيبه وفيها النقير، وبعض المرات حتى انها سليطه اللسان، كتبقى تعير، كتبقى تخرج في الهضره اللي هي سليطه وقبيحه. وهو يقول لي انا راه الام ديالي راه ظريفه وراه غير مع الكبور والعيا. المهم ديك الساعات ما كان عندي حتى شي حل واحد اخر سوى انني نتبعو في الراي ديالو. المهم صافي هي هذيك مشينا سكننا مع الام ديالو. دارهم كانوا فيها 3 ديال البيوت، البيت ديال حماتي وبيت اللي هما كانوا كيجلسوا فيه، والبيت كانت كتجلس فيه لوستي، كانت كتحط فيه حويجه كتنعس فيه وكل شيء. انا كنت متوقعه انهم غادي يعطيونا البيت الكبير، حيت كان واحد بيت كبير وواحد صغير، لكن هما عزلوا داك البيت الصغير وعطاوه لينا. ايوا المشكل ان داك البيت الصغير عنده الشرجم على الكوزينه، ما عندوش الشرجم على برا. كنكون غير كنهضر انا وياه، كيكونوا هما في الكوزينه كيسمعوا كل شيء. ايوا ديما الهضره ديالنا كتسمع في قلب الدار. الا بغينا نهضروا خصنا نخرجوا على برا. الحياه كانت كئيبه وسط من ديك الدار، واحد التماره والهضره وحشيه الكلام، وملي تنوضي في الصباح وانتي واقفه رجل وحده وهزي هادي وحطي هادي وخملي هادي وسوسي هادي. ايوا ما نكذبش عليكم، عييت وتهديت وليت كنحس براسي بحال الخدامه في ديك الدار. حماتي ديما كتمن علينا، زعما صافي راه حنايا ما كنخلصوا لا كرا لا حتى شي حاجه، ما هازين معاهم مصروف ما والو. راكم جيتوا جلستوا ما كتخلصوا حتى شي حاجه، ما كتصرفوا، ما كتحطوا فلوس ضو، ما كتحطوا فلوس الماء. كانت مدوزه عليا الدكاكه، وعاد بناتها كيقيلوا يقادوهما في الحاله وليماش ويصبغوا في الطفار والشعورات. ايوا انا قياله غير في الكوزينه وتمركا ديك الحمل وديك تماره وديك الميناج وديك القهر ديال ديك الدار ولات مكبوبه عليا. بناتها ولاو هما يلاه مسارحات بحال الا جاتهم خدامه وفكاتهم من داكشي كامل. بدات كدوز ليام وكتجي ليام وانا صافي وصلت لواحد المرحله اللي ما بقيتش قادره نصبر. كنت كنقول راجلي اعطيني غير باش نمشي ندوز على قبل الاولاد، وهو يقول لي راه ما عنديش. هو اصلا من النهار اللي رجعنا لديك الدار ديال الام ديالو الفلوس ما بقاوش كيبقاو ليه، حيت هو
يلاه كيعطي لمو باش يلاه تسكت علينا من كير وترضي عليه. خاصو ضروري ساعة ساعة يدخل شي حاجة، فلوس الدولة ما لا بانت ليه الورقة هو اللي يحط فلوسها، ديما داخل بيديه عامرين، مستحيل يدخل بيديه خاويين. ايوا ووعد انه كيعطيها المصروف ديال الشهر. دازت واحد الفترة وانا نلقى بلي ولات عنده الفلوس، يعني داخلة خارجة، ورجع خدم في البلاصة اللي كان خدام فيها في الاول. فشفت ولات عنده الفلوس بزاف، ولا كيصرف بالمزيان. وليت كنقول مع راسي كنا ساكنين غير بوحدنا. المهم هضرت معاه ماشي مره ماشي جوج، كيقول لي انا اليوم خدام وغدا ما عرفش راسي واش نخدم ولا لا. انا غنبقى ساعه ساعه هز رحيلي، انا غنبقى غادي جاي، انا كنقلب في ديور الكرا. اللهم خليني هنا. فعلا الكلام ديالو كان منطقي، هو هذيك الخدمه ما كانش مرسي فيها. لكن انا كنت كنقول له جمع الفلوس ودير علاش ترجع، ودير بحساب دوير الزمان باش نقدروا نكريو بوحدنا. ايوا هو يقول لي راه ما كيشات ليا والو. فعلا انا عارفه انه ما كان كتشات ليه حتى شي حاجه، حيت انا كنت كنشوف كل شيء على عيني. كان هو اللي كيصرف، وحماتي كانت فرحانه وعاجبها الحال فاش كتشوف الخيرات داخله خارجه عليها، ولدها ديما مدخل في يديه ديما جايب ليها. كانت فرحانه بيه وما قادها فرحه. غادي دوز ليام وتجي ليام وانا عييت من داك الضغط. مثل انا المشكل المادي ما كنتش كنشوف فيه، صافي يجيب فلوس ويخسروا عليهم، انا ماشي شغلي. لكن ديك تماره اللي كانت في قلب ديك الدار هي اللي كانت هدات لي الصحه ديالي، وما بقيتش قادره انني نوقف على رجلي. كتافي كانوا تهدوا عليا، كنوقف غير شويه كيبداو كيضروني رجليا بحال تقولوا مسامر كيضربوني في القدام ديالي. ايوا حماتي كتقول لي غير كطبوحتك، الراجل كيبقى كيشوف فيا وما كيهضر ما حتى شي حاجه وحتى شي كلمه ما كان كيقولها. شفت حتى عييت وانا نهز راسي، مشيت للدار ديال والديا. ماشي مشيت غضبانه، ولكن انا كنت غير مشيت. مثلا بعض المرات هكا كنبقى نتحجج ان الوالده ديالي مريضه، ولا مثلا راه محتاجيني في شي حاجه، ولا كاينه شي مناسبه، او لا مثلا راه اختي كانت مسافره وجات وتوحشت وبغيت نمشي نجلس معاهم. المهم كل مره وكيفاش كنت كنتحجج ليهم. مشيت جلست واحد 3 ايام في دارنا ورجعت. ملي رجعت كنلقى حماتي مبدله عليا وما عاجبهاش الحال، وكتشوف غير في الارض ومنفخه السيده. انا كنهضر معاها كتبقى على شحال عاد تجاوبني. راجلي حتى هو هكاك ما تسوقش ليهم، صافي خليتهم حتى تفشوا على خاطرهم. دازت الايام ووليت كنخدم في الدار غير بالقياس. صافي صحتي تهدات، ما بقيتش قادره باش انني نهز الحمل كامل. حتى شي نتيجه ما كتبان. حماتي ديما منفخه، ديما ما عاجبهاش الحال، بحال تقولي بناتها راهم ما كاينينش كاع، ما ينوضوا ما يديروا شغل ما حتى شي حاجه. وليت انا كنخدم بالقياس قد جهدي، ما بقيتش كنفورسي على راسي، ما بقيتش نعطي لصحتي اكثر من الجهد ديالها. كنحس براسي بانني ما بقيتش قادره نوقف على رجلي، كنمشي نجلس الله يجعلني ما نجفف ما حتى شي حاجه. المهم ما بقيتش كنبقى واقفه كيف ما في الاول. بدات كدوز ليام وكتجي ليام، وحماتي ما كانتش حاملاني. صافي خاصها غير منين دوز عليا، خاصني غير فين نخرج. راجلي ديك الساعه تضغط بزاف، واصلا هي ما كانش عندها المشكل غير معايا انا. من بعد وغادي نعرف بانه تا مع راجلي اكتشفت ان راجلي ما بقاش كيعطيها الفلوس بزاف. ويبو ملي سولت راجلي قال لي انا حتى انا غادي نبقى نصرف على قد جهدي. المهم هي ولات خاصها غير فوقاش تجري علينا، ولات كتسمع الراجل الهضره كل ما يجي يجلس، او لا يكون خارج ديما الهضره وديما حشيه الهضره وديما الهضره قاصحه. انا ديك الساعات غير كنتفرج فيه وكنقول في خاطري غزعت فيك. الوقيته انا اللي كانت مدوزه عليا كنت غير كتفرج من بعيد، ما كانش كيقدر انه اصلا حتى يهدر ولا يقول حتى كلمه حق. ايوا بقى حتى طاب من الخاطر ولا كيقنع فيا باش نخرج نخدم ونعاونو باش نكريو. شفت انا تعييت ولقيت حتى انا براسي خصني نخرج من ديك الدار، فمشيت دفعت لواحد ليكول بريفي قبلوني وليت كنخدم مرافقه. واخا صراحه ديك الخدمه ما كانتش مريحاني، لكن ما بقاش عندي الخاطر باش انني نبقى جالسه في ديك الدار.
المهم بقيت كنخدم في ديك ليكول، ديك البركة كنعاون بها أنا وراجلي، كنخلصوا الكرا، المصروف، ما كان كيشات ليا حتى شي حاجة. الحاجة الوحيدة اللي كانت عجباني هو أنه هذيك ليكول كانت قريبة لداري، يعني كناكل الماكلة في داري. بالنسبة للترونسبور كنمشي معاهم، واخا كنت قريبة بعض المرات كيوصلوني للدار. غادي تبقى دوز ليام وتجي ليام صافي. ملي شفت أنه استقرينا درنا دويرتنا، بديت كنفكر في الوليدات. أنا من النهار الأول كنفكر فيهم، لكن مع كنا تزيرنا والراجل كان ما كيعطينيش الفلوس باش اني نمشي ندوز، فكنت اجلت الفكره. المهم وليت كنحاول نوفر شويه ديال الفلوس من الخطه ديالي، وبديت كنمشي ندوز اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. المهم في الاول كان عندي واحد الكيس هو اللي كان ما مخلينيش انني نحمل. خديت الدواء طاح ليا من موراها وقالت لي زعما من المفروض راكي غادي تقدري تحملي. بقات الامور بحال هكاك، مشيت عاوتاني وقلت لها ربما الطبيبه تكون ما كتعرفش او لا ما شافتش مزيان، نمشي عند طبيبه واحده اخرى. وحتى هي قالت لي نفس الكلام. خليت الامر لله وقلت واحد النهار غادي ربي يكتبهم ليا غيعطيهم ليا، وغادي يفرحني حتى انا ونصبح حامله. المهم بدات غدوز ليام وكتجي ليام وتضغط ماديا بزاف، لدرجه انه حولنا من ديك السكنة لسكنة وحدة أخرى اللي كان فيها غير بيت وصالون وكوزينة، وكانت فيها الطواليت في السطح. واحد دويرة اللي كانت صغيرة بزاف. فاش تحولت لديك السكنة حسيت بالطيم، الدار مغمومة، كتحسي براسك بحيلة راكي قانطة فيها. الدار اللي كانت عندنا من قبل كانت فراوجية وكانت كبيرة وواسعة، صحيح ماشي شي كبور، ولكن كانت مفوجة على هادي. ولكن كنقول اللهم لك الحمد، حمدت ربي وشكرته انني مهم ساكنه في دويره بوحدي. كنفيق النهار كامل وانا على برا، انا خدامه، انا كنقلب على راسي. خدمت في واحد المكتبه، وواحد النهار دابزت مع مولشي. هو كان عنده واحد بنت اختو جابها تخدم معايا، وهذيك بنت اختو كانت فرفاره وكدير الاخطاء بزاف في الخدمه، وهو يقول لي راقبيها. انا واش ما حيلتي نخدم ولا نراقبها. المهم هذيك البنت كان راسها ثقيل وما كانتش كتسمع وكدير الاخطاء بزاف. حتى لواحد النهار دارت واحد الروينه قداش. ايوا مول المكتبه بغا يلصقها ليا، قال لي لا انت اللي مسؤوله هنا وكذا وكذا وكذا. قلت له هي اللي مسؤوله، لكن انا النهار الاول راه قلت لك البنت راها شنو فيها وها شنو فيها، وزيد على ذلك ما كتسمعش الكلام. المهم صافي بقيت مني منك وهذاك النهار قلت له صافي انا غادي نمشي بحالي. المهم عطاني فلوسي مشيت بحالي. صافي هي هذيك سمحت في ديك الخدمه، وليت كاسه غير في الدار، بدا راجلي ديما كينكر هاد الفلوس راه ما غيكفاوناش وغيجي التالي ديال الشهر وكذا وكذا. وانا ما نكذبش عليكم كتوصل بيا بعض المرات شي مرحله كنقول واش هذا الزواج هذا، واش الانسان اللي ما يقدش عمره في حياته وما مدلك حتى 50 درهم وقال لك هاكي سيري الحمام وتهلاي في راسك، وهاكي سيري عند كوافوره وتهلاي في راسك، هاكي سيري شري شي بيجامه جديده، هاكي سيري شري شي كسوه جديده، هاكي سيري شري شي صنداله، الا ما جبتيهاش من جيبك وكسيتي راسك ما كيعطكش. زيدها انه ماشي غير داك البخل المادي، بخيل حتى في المشاعر. السيد ما يسمعك حتى شي كلمه زوينه، بحال كيخرجك شي كلمه زوينه بحال راه خرج على الضريبه. هادشي كان كيعقدني انا بزاف، وكنت كندوز الوقت غير في الخدمه وملي هي راسي ما كنبغيش نبقى نتفكر داكشي اللي كنعيشو معاه. حيت الا جيت بقيت جالسه في الدار وكنفكر في ديك الحياه البائسه مع هاد الراجل غادي نبقى كنقلب غير على المرض. والمشكل انه من قبل كنت كنقول لا راه حيت ساكنين مع الام ديالو، راه حيت الدار عامره، يعني راه حيت بيت نعس ترجم على الدار راه كيسمعوا كل شيء. لكن هو ملي واخا تسكننا بوحدنا ما كاينش اصلا هذاك السيد ما كتسمعيش منه شي كلمه اللي زوينه ما كيخرجهاش من فمو كاع. واخا ديري حتى شي جو اللي هو رومانسي والضحك والنشاط كيبقى يقول لك صافي طفي الضو، صافي اجي نعسو، صافي هكا، لاش دايره هادشي هذا، لاش مكرفصه راسك، لاش مدايره هادشي كاع هاد الروينه هادي، صافي ويجي باغي غير ياكل وينعس. مهم كنت غير كندوز في الايام وخلاص. هادشي كامل مدوزه عليا. ومع ذلك بعض المرات فاش كنشوفو مريض او مضغوط ماديا او مأثر بسبب شي حاجه ضره في خاطرو كيبقى فيا، وكنقول هذا راجلي وتاج راسي وما عنديش من غيره، ما عندوش حتى هو من غيري. خاصنا ضروري نكونوا يد وحده نتعاونوا مع بعضياتنا. والله القاسم الى مؤخرا واخا كنت جالسه من الخدمه، لاني صافي فاش خرجت من المكتبه راه بقيت جالسه غير في الدار،
انا ما قلتش مده اللي هي طويله، لكن تقريبا هكا واحد شهرين ونص. جا الاحصاء وهي تقولها لي اختي، قالتها لي انا على حساب ما عارفه انه راه غير الموظفين هما اللي كيتسجلوا فيه، خصوصا المعلمين. قالت لي راه كل شيء راه كيتسجل حتى من العاطلين على العمل. بقيت كنفكر وبديت كنضرب في الحساب 150 درهم في النهار لمده ديال شهر، يعني 4500 صافي غنتعاون بها مع راجلي، خصوصا اننا كنا بغينا نبدلو السكنه. توكلت على الله مشيت بديت الاحصاء، واول نهار بديت بالعماره اللي حدانا. كنت سولت واحد السيده لقيتها في السفلي، حصيتها هي الاولى، سولتها على السكان قالت لي ما عرفتش، العماره راه كبيره راه فيها الداخل والخارج، انا ما عرفتش اللي كاين من اللي ما كاينش. بديت بالشقه اللي قبالتها، صونيت ما كيجاوبني حتى شي حد، مع العلم انا كنشوف الحركه ديال رجلين، يعني جا شي حد وطال من ديك العوينه وشافني ومن بعد رجع. دزت الناس اخرين حتى كملت ديك العماره. دزت العمارة الثانية، كانوا ديك الساعة كيعطيونا جوج ديال العمارات. ايوا وصلت العشية الغد اللي جيت قصدت ديك الشقة اللي كنت ما حصيتهاش البارح. كنصوني فاش قربات الباب بانت لي عاوتاني الحركة ديال رجلين، لكن هاد المرة صونيت على برا في الانترفون. المهم جاوبتني واحد المرا، شكون؟ قلت لها احنا الاحصاء، وهي تسد عليا الانترفون. صونيت على باقي الشقق اللي ما حصيتهمش، حلوا لي الباب. دخلت مع انا داخله وهي تحل الباب، السلام عليكم. وعليكم السلام، كي دايره؟ لاباس؟ سمحي لي راني جاوبتك قبيله وما كنتش لابسه حوايجي، ودابا مرحبا الا بغيتي تحصينا. جيت انا قلت لها باخا غادي ندوز عند واحد السيده، ها هي دابا عاد عيطات ليا وغادي نرجع عندك. قالت لي مرحبا. ساليت انا مع ديك المراه، نزلت عندها هي مباشره. مهم استقبلتني في الدار ديالها، قالت لي دخلي. دخلت بقيت عليها بالاسئله هذه. دوك الاسئله ما كانوش طوالين اللي بزاف. المهم وصلت انا وياها لراجلها، الاسم ديالو كانت عطاتني الاسم ديال الزوج ديالي بنفس الكنيه والسميه. قلت سبحان الله شهد تشابه، ملي عطاتني العمر ديالو فاش خدام قلت ما يمكنش، واش هادشي كله تشابه. بديت كنكمل خدمتي وما بغيت نبين حتى شي حاجه، عيني مطلوقين في الدار، كنشوف ربما نشوف شي حاجه مثلا ديال راجلي ولا القصوره، حيت ما يمكنش هادشي كله يكون تشابه. شويه وانا خارجه ويبان ليا فوق من الكوافوز واحد التصويره ديالها وديال راجلي، يعني هاد الشخص اللي كاين في هاد الدار وكتعاود عليه راه راجلي. كانوا تزوجوا مده ديال عامين. ايوا كملت الخدمه داك النهار وعقلي ماشي معايا، كنفكر غير في داك المشكل والظروف الماديه القاهره اللي كنا ديك الساعه فيها. المهم كنقول اش غادي ندير؟ نحبس؟ خصني نكمل ضروري الخدمه ديالي. بديت كنفكر اشنو الحوايج اللي خلاوه انه يمشي يتزوج، خصني ضروري نكمل خدمتي. ايوا رجعت للدار بالليل بديت كنفكر، لقيت الوقيته فتزوج فيها هي الوقيته اللي كنا ساكنين في الدار مع حماتي. كان صداع والمشاكل، وانا كنت ساعه ساعه كنمشي للدار ديال الوالديه. واحد النهار سمعت واحد الهضره بحال غير دايزه، ولكن ما كنتش ركزت معاها، ما تسوقت ليهاش. قالت لي حماتي ايوا بقاي هكا ساعه تمشي غتغضبي لداركم، غدا عند والديك حتى لواحد النهار وغادي تجي وغادي تلقاي ولدي مزوج من موراك. ايوا رديت السينتا ودققت في ديك الهضره، وبالضبط لقيتها في داك الوقيته السيد تزوج. كان مزوج، يعني غير كانت كتلوح ليا في الهضره. والمشكل ان راجلي ما كانت باين عليه حتى شي حاجه، ما كانش باين عليه اثار ديال الزواج. فعلا هو ما كانش كيبات في الدار، والسبب هو انه بسبب الظروف الماديه، بسبب الخدمه، بسبب هادوك الفلوس اللي ما كيكفاوش. كان كيزيد سوايع، كان كيبقى يتقاتل حتى بالليل، كان كيقول لي باللي راني كنمشي كندير العسه مع واحد صاحبي. ايوا جيت انا دماغي داك النهار ما بغاش يحبس، كيدور. وفي ديك الليله كانت فيه اعلان، قال لي غنمشي عند صاحبي عنده العسه غادي نتعاون انا وياه. انا فهمت العسه فين عنده، هزيت راسي قلت غادي نمشي ونضرب شي دوره، وديك الساعه نشوف اشنو كاين وغندير ليه الشوهه ونروّن الدنيا. ايوا شويه وانا نجلس وانا نتبت، قلت ها انا حتى مشيت وشوهت. ومن بعد انا واحد الانسان اللي كبيره وواعيه وبعقلي وناضجه، خاصني نفكر في راسي قبل ما نفكر في حتى شي حاجه، ونفكر في مستقبلي، نشوف الحياه مع هذا الراجل واش غتناسبني او لا. هذا الراجل هذا انا ما مقصره من حقه حتى شي حاجه، والحمد لله باقا صغيره زوينه ماليه في راسي، خصوصا فاش كنلقى الوقت
كنديها في راسي، كنلبس حويجات اللي هما زوينين في الدار اللي غيلفتوا الانتباه ديال راجلي. مهم كنت كندير بزاف ديال الحوايج وكنت صابره معاه بزاف ديال الحوايج، والنهايه كان هذا هو الجزاء ديالي. انا ما عرفتش شنو المشكل بالضبط، هو زعما حيت ما ولدتش، لكن كون جا وقال لي انا ديك الساعه بلي باغي نتزوج غيبقى ليا الاختيار واش نبقى معاه ونقبل بهذا الوضع اولا نمشي بحالي. وكنظن بان هذا الشيء راه طبيعي. هو صحيح انا بقيت كنفكر وكنخمم وقلت دابا انا الا مشيت زعما ونوضت الصداع وقلت هذا الشيء كامل وقربلتها وغيقول لي انت ما قدرتيش تولدي، السيد باغي الولاد. مع العلم هو راه مع ديك المراه المده ديال عامين ومازال ما والدش معاها، والاول مره غادي نقول انا مع راسي بما ان هذا الراجل هذا مولد لا معايا ولا معاها، ربما المشكل فيه هو واحد المره مشى دوز وقال لك حكا ما حكا انا ماشي مني المشكل، ربما يكون غير كذوب وكاين شي خطا في التحاليل. صافي في الاخر غادي نعرف بان حتى هذيك السيده حتى هي كيوهمها وحتى هي كاذب عليها، واصلا هو حياته كامله كذوب في كذوب. مهم بقيت كنفكر الليله كامله وهو زعما راه عساس، وبطبيعه الحال راكم فهمتوا انا راني خدامه وكنخمم وكنفكر اشنو غادي ندير في حياتي. شويه وهي عيط ليا راجلي كيهضر معايا ومرجوف ما فهمت منه حتى شي حاجه مده طويله، وهو كيتفتف عليا وكيدخل وكيخرج عليا في الهضره. من بعد غادي نفهم ان راجلي راه مشدود في الكوميساريه. انا ما فهمت حتى شي حاجه كيفاش تشد، علاش، اشنو واقع. المهم زيت راسي خرجت شديت الطاكسي مشيت انا يلا تميت داخله من الباب ديال الكوميساريه حتى كنتلاقى مراتو. غير شافتني السيده جات كتجري وطارت عليا. ايوا تما كانوا واقفين واحد الرجال بداو كيفكوا فينا، بدات كتقول لهم هاد الشيطانه ما الشيطانه هادي راه مجرمه وبغات تدخل لي راجلي للحبس. ولحد الان انا ما فهمت حتى شي حاجه، كنحس براسي بحال في دار غفلون. انا شي حاجه مديوره من موراي وانا ما فاهماهاش. مهم دخلت قلت لهم راه عيط ليا فلان. قالوا لي انت اشنو كتجي؟ قلت لهم مراتو. بداو دوك البوليس كيدوروا في عينيهم كيشوفوا بعضياتهم، هو يقولوا واحد قال الاخر ويقول لي عنده جوج عيالات، هو يجاوبوا الاخر قال له الفقر والشجاعه. بداو كيضحكوا. انا لحد الان غير مصبره راسي وكاسه وكنشوف بعويناتي. شويه بداو كيسولوني راجلك اشنو كيخدم اشنو كيدير فوقاش كيدخل فوقاش كيخرج مع من كيمشي مع من كيجي، وانا نقول لهم هادشي كامل اللي عارفاه عليه، واخا انا عارفه راسي انني ما عارفاهش الحقيقه وعارفه راه كاذب عليا في شحال من حاجه. المشكل ان البوليس ما بغاوش يقولوا لي السبب علاش هو مشدود. مهم طرت ونزلت ودرت المستحيل حتى دخلت لعندو لداخل، وهادشي كامل ماشي حبا فيه. انا صافي ديك الساعات راه كنت واخده القرار ديالي، لكن بغيت غير نفهم علاش هو مشدود وعلاش هذيك خيتي كطير وكطرطق برا. مهم دخلت لعندو كيرغب وكيزاوق وكيبوس ليا في الرجلين، عافاك غير ما خرجيني من هنا وعمري في حياتي ما نعاودها. قلت له شنو هي اللي عمرك في حياتك ما غادي تعاودها؟ هو يقول لي انا عارفك الصباح جيتي ودرتي الاحصاء ومشيتي بلغتي بينا. انا بقيت غير ساكته وكندور في عينيا في راسك. انا ما عارفه حتى شي حاجه، ما فاهمه والو. اشنو زعما يكون طلع في السيستم ويكونوا عرفوه باللي راه مزوج جوج ديال العيالات؟ انا ما فهمت حتى شي حاجه زعما كيفاش. بقيت كندور في دماغي وعاد فهمت باللي راه فعلا المعلومات مباشره كتمشي في السيستم، يعني غير كتسجليها كديري ليها اوكي صافي كتمشي. جيت انا قلت له ضروري خصنا الوقت. المهم عيطت لواحد خويا جا عندي تما كيعرف واحد السيد، واخا هو تما راه غير بحال الشاوش، لكن المهم قاضي غلط. قال له عافاك راه راجل اختي راه شنو عنده دابا راه بغينا نعرفوا شنو المشكل ديالو بالضبط. قال له صافي غير كون هاني. مشى كيجيب التقرير المفصل. السيد فيه التخلويض والسيد تصدق ما ساهلش. انا اللي كنت عايشه في دار غفلون مع هاد السيد عشت معاه سنوات اللي هي طويله، وكيحسب ليا بلي راه درويش وهو صدق راه ما ساهلش فعلا. في واحد الفتره كان مشى كيعس مع واحد في واحد الدرب. وهي معس معاه واحد الفتره، اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، ومن بعد واحد البزنس تما كيدور مشى عنده قال له نخدم معاك. الاخر قال له هالخدمه غادي دوز غير واحد الفتره قليله وهذاك غادي يتشد في الحبس. فعلا انا راجلي في واحد الليله جا حالته حاله حويجو كاع مسخين. انا بقيت غير كنشوف الراجل ما كيهضر ما كيتكلم وانا غير مصدومه ما فهمت حتى شي حاجه. المهم بدا كيكذب عليا شي كذبات. انا صافي ديك الساعه تيقتو
هو راه ديك الليله بالضبط هي فين تشد فيها هذاك في الحبس. صافي هو ديك الساعه كان ما بقاش خدام ديك الخدمه، حتى لواحد النهار غادي يتلاقى بهذه اللي تزوج بها. فين تلاقى بها الله اعلم، هو كيقول لك حقا تلاقيتها في الكار، هي خرجت له واحد الهضره قالت لك حقا في مالها ليلي، وبين الحقيقه انها فعلا في مالها ليلي. هو على حساب ما كيعاود السيده يتيمه وما عندها حتى شي حد. ايوا صافي قال لك انا ما لقيت لم غلوحه الزنقه كان مقطع بها الحبل. المهم واحد اللائحه اللي عريضه وطويله مشكره ليها، ساعه ساعه كيجيب ليها النفقه، اليوم غدا اليوم غدا، حتى ولاو بحال مزوجين. هي كانت كتعرف شي راجل قبل منه، هذاك الراجل بزناس. المهم هذاك الراجل تشد في الحبس، واخا هو مشدود في الحبس كيقول لها شوفي ما تعرفي حتى شي واحد من غيري. ايوا هي غيبان ليها راجلي صافي نسات هذاك، وقالت صافي هذاك راه غادي يبقى مده طويله تماك ما غاديش يخرج. ساعه هو صدق ما كملش العقوبه ديالو وخرج. الطريقه باش خرج الله اعلم، واش بعفو ملكي واش بكفاله الله اعلم كيفاش خرج. مهم خرج جا قلب عليها لقاها مع راجل واحد اخر، ما جاش ليها مباشره، بدا كيتسلت ليها من بعيد حتى لواحد النهار سلط عليه شي واحد. المهم هذاك جا بدا كيطمع فيه بواحد السلعه راها رخيصه غادي نشري وغادي نعاودو فيها البيع. هو شري ديك السلعه، صابت هذيك السلعه مسروقه. المهم صافي تسمى راجلي هو اللي سرقها، واخا هو السلعه راه ماشي هو اللي سرقها. وبيني وبينكم انا ما بقيتش كنثيق فيه، لانه صافي حصلت عليه بزاف ديال الكذوب. هو في هذه الفتره هذه كان مازال ما دازش في المحكمه، لكن التوبه كانت ثابته في حقه. بقات هي كطير وكتنزل، دازت تقريبا واحد 3 ايام، وانا بطبيعه الحال راه بقيت خدامه في الاحصاء كنخدم. واحد النهار خرجت كنخدم، وسبحان الله داك النهار تيسرات الامور، الناس كاملين اللي كندق عليهم كيحلوا عليا. صافي اختساليت الخدمه ديالي بكري، رجعت للدار حتى كنلقى الكاميو قدام باب ديال الدار ديالي كيهزو في الحوايج. دورت عيني حتى كتبان ليا هي الشيطانه، كنشوف فيها ما كذبش عليكم انا تصدمت. وانا نقول ليها اش ما كديري هنا؟ بدات كتقول سيد هز هز هذه راها داري، راني كتمعمرها بالفراش، وانا داك الفراش راه فراشي انا، وكانوا جابوه ليا والدي وهما اللي كانوا معاونيني. هذاك الشيء كنت شريته انا في الاول ديال الزواج. انا ما نكذبش عليكم بقيت غير مصدومه فيها، وانا نمشي نجري وقفت قبال داك الكاميو قلت له غادي تحبس وغادي تهبط وغتهبط هادشي كامل او لا غنعيط لك البوليس. خرجوا الجيران، المهم بداو كيدوروا فيها، اللهم ان هذا منكر، واش غتاخدي السيده حويجه هذه راه الدار دارها. المهم في الاول بدات كتخرج في عينيها واحد شويه وهي تزيد خلفه مع الباب، زادت بحالاتها. السيده جايه لداري وكتهز فراشي، شويه ملي شافت القضيه حماضت، كلشي دورها ضربتها بسلحتها. خل داك الكاميو واقف وكان ما مخلص ما حتى شي حاجه، بدا كيغوت وكيجدب وكيهضر مع الدراري كيقول لهم هبطوا. جيت انا وقفت قلت لي صافي غير خلي داك الشيء وزيد عمر البقيه، انا غادي ندير حوايج جهه واحده اخرى. المهم زيد دوك الحوايج ديتهم الدار ديال الوالديه. مول الدار وقلت له خذ دارك، ما نكذبش عليكم انا ما غاديش نقد انني نخلص داك الكرا. لحد الان باقا مصدومه وما فاهمه حتى شي حاجه، وكنقول كيفاش بنادم كتقدر توصل به الدرجه انه يغدرك، كتقدر توصل به الدرجه انه يدير لك شي حوايج اللي هما قباحين حتى انه يوصل معاك لهذا الشيء كامل. ما يمكنش انا معاونه معاه على الصغيره والكبيره وحارمه راسي من بزاف ديال الحوايج. خلاتها الام ديالي واحد النهار كانت كتقول لي واحد الكلمه، وانا هذيك الكلمه ما كانتش كنعرف بحقها، وهي تقول لي يا بنيتي هذا الراجل لا هو ديالك لا انت ديالو. وفعلا كانت كتشوفني انني انا من المفروض نعيش في مستوى اللي حسان من هذاك المستوى اللي عشت فيه مع هذا الراجل، ونعيش في واحد الراحه نفسيه اللي هي زوينه. وانا الصراحه كنت متشبته به، والحمد لله اللي خرجت ما عندي وليدات معاه، خرجت وانا بصحتي. داكشي اللي درت هو خدا العقوبه ديالو. انا مشيت كنتبع في الاجراءات ديال الطلاق ديالي، دازت واحد الفتره اللي قليله وجات عندي ديك السيده قالت لي بغيت غير نسولك واش بصح غتفارقي انت وياه؟ قلت لها هذاك الشيء ما كيهمكش نتفارق اولا ما نتفارقش، انت ماشي سوقك. انا فعلا واخده قراري انني غنتفارق معاه سواء دخل الحبس او لا ما دخلش. من نهار عرفتو معاك ما كانش خصني نبقى بيناتكم. المهم انا ما بقاش كيهمني. هي جايه بكل جرأه كتقول لي واش غادي تفارقي معاه؟ جيت انا قلت لها واحد الكلمات اللي هما مسطرين، وقلت لها انت عزاز عليك الحباسه ومولفه عليهم، اما انا الحمد لله
كنت بنت دارنا ومستحيل نعيش مع شي واحد اللي هو حباس. بقات غير كدور في عينيها وسمحت فيها وزت. النصيحة اللي بغيت نوصل لأي وحدة غادي تسمع القصة ديالي أن الراجل يا إما يقد بيك أو لا يخليك في داركم معززة مكرمة. نهار يفكر أنه يتزوج ويديك خصو يكون راجل وقدها وقدود. اما الا كنتي خاصك تمشي انتي تزيري راسك وتطيحي وتنوضي معاه، اللهم جلسي معززه مكرمه في داركم حتى يجيب لك ربي النصيب اللي يكون قاد بيك. تهلاي في راسك وقولي وشربي وعيشي اميره وعيشي حياتك وما ترضيش على راسك تماره وعليك الدل. خليه هو اللي تكلف يهز المسؤوليه ديال الدار، ما تهزيش معاه المسؤوليه، حيت الا هزيتيها اليوم غادي تولي المسؤوليه واجبه عليك حتى الغدا. حتى لهنا وكنكون وصلت معكم للنهايه ديال القصه ديالي. كنتمنى انها تكون عبره لكم ديروا بها، ما تطيحوش في نفس الاخطاء اللي طحت فيهم انا. عمرك تثقي في الراجل، عمرك تعطيه الامان، وعمرك تعطيه الثقه الكامله، يحتاج واحد النهار يقدر يصدمك. حتى لهنا وغنكون وصلت معكم النهايه ديال القصه. ما تنسوش تخليو لي في التعاليق شنو الراي ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وقصه جديده. بسلام عليكم.